برشلونة يعيش لحظات صعبة جديدة مع إعلان تفاصيل إصابتين مؤثرتين داخل صفوفه. فقد كشف النادي الكتالوني رسمياً أن فيرمين لوبيز سيغيب عن الملاعب لقرابة 3 أسابيع كاملة بسبب إصابة عضلية، ليترك الفريق محروماً من أحد عناصره الشابة المميزة في مباريات غاية في الأهمية، ولن يعود إلا بعد فترة التوقف الدولي المقبلة. أما الصدمة الأكبر فجاءت من بابلو غافي، حيث أوضح البيان الطبي أن الفحوصات أكدت ضرورة خضوعه لعملية منظار جراحي غدا الثلاثاء، ما يثير الكثير من القلق حول مدة غيابه وتأثير ذلك على خطط المدرب. هذه الإصابات تضع هانس فليك أمام تحديات جديدة، خصوصا في ظل ضغط المباريات محليا وأوروبيا. لتبدأ الأسئلة تدور: كيف سيعوض الفريق غياب هذين الاسمين؟ وهل سيكون برشلونة قادرا على تجاوز هذه العقبة دون أن تتأثر نتائجه؟ برشلونة يجد نفسه أمام اختبار حقيقي لقوة دكته ومرونة مدربه، والجماهير تترقب بحذر ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة.